وأعلن في لسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. في هذا اليوم السعيد مع نسمات الربيع الجميل مدرستنا لبثت الجديد لتحتفل بأغلى عيد تقديرا للعلم والعلماء وتعظيما لأول كلمة نزلت على خير الرسل والأنبياء، فهذا يوم العلم وهذه كلمة اقرأ. فلماذا نقرأ؟ نقرأ لنعرف، نقرأ لنكتشف، نقرأ لنبني المستقبل، نقرأ لأننا مسلمون، ولأن الوطن بحاجة إلى كل واحد منا بعلمه مع عمله بمعارفه مع إنجازاته. ابن باديس وأبو اليقظان وإبراهيم بيوض والعربي التبسي وغيرهم كثير علماء نعتز بهم ويفخر وطننا أنهم أبناؤه، تركوا لنا طريقا منيرا وخيرا كثيرا لا بد من ذكرهم وتذكرهم، فهم قدوتنا بعد الأنبياء والصحابة، فأكرم بهم من قدوة وأسوة. أيها الحاضرون، اسمحوا لي أن أخص حاملي رسالة العلم في بلدتنا الطيبة وفي كل جزائرنا الحبيبة بتحية خاصة ودعاء خالص أن يبارك الله في عمرهم ويوفقهم في حياتهم. أيها المعلمون، أنتم شموع تذيب نفسها لتنير بغيرها الطريق، وجهودكم لا تقدر بثمن، دون أن ننسى أولئك الذين سلمونا المشعل فكانوا خير دليل لنا وخير لمن أنار درب المعرفة والتحدي. ولكل من كانت له بصمة في مشوارنا، لكم جميعا تحية تقدير وإخلاص، ونجدد لكم الترحاب جميعا مرة أخرى، ونقول لكم نزلتم سهلا وحللتم أهلا بين أحضان مدرستنا لتشاركونا حفلنا هذا المتواضع الذي نتمناه أن يكون في مستوى روعتكم ويليق بمقامكم. ومعا جميعا وبدون إطالة نقف وقفة إجلال وإكبار في تحية علم الوطن. فلتفضلوا. فاشهدوا المجد والخلود لشهداء الأبرار، تحيا الجزائر حرة مستقلة. سمعتك يا قرآن تسري تهز النفس فسبحان من أسرى، تحيا بك الدنيا فأشرق صبحها وسرنا ربوع الكون نملأها أجرا. ومع آيات عطرات من القرآن الكريم يتلوها طالب مهدي شمس الدين، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا مولانا الكريم. من أي أبواب الثناء سندخل وبأي أبيات القصير نعبر؟ في كل لمسة من جودك وأكفك للمكرمات أسطر. كنت كسحابة معطاءة سقت الأرض فاخضرت، كنت ولا زلت كالنخلة الشامخة تعطي بلا حدود. فجزاك عنا أفضل ما جزى العاملين المخلصين، وبارك الله لك وأسعدك أينما حطت بك الرحال. أنت من سهرت وكافحت الأيدين نجاحات مدرستنا وتقدمها. لك سيد المدير نقدم كلمة فلتتفضل مشكور، أو من ينوب عن سيد المدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدح، وما اهتدى قلب وانشرح، وما عم فينا سرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر، وما تراجع الباطل وتقهقر، وما سال نبع ماء وتفجر، وما طلع صبح وأسفر. وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. ما سار سفين للحق وأبحر، وما علا نجم في السماء وأبحر، وعلى آله وصحبه خير أهل ومحشر. صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد، سلام الله يا ترى ما أقيمت صلاة من عباد خاشعين، وما جادت بماء المذن سحب سقى الأشجار والزرع الدفينة. سلام عاطر وله أريج من الأعناق يعبق ياسمينا. سلام يهديه إليكم مع الاشتياق ممزوجا حنينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا يا من أتيتم دارنا. الفجر أشرق باسما مدرستنا، حي ضيفنا. ومرحبا أيها الضيوف الكرام، ضيفا وأهلا بكم ألفا ألفا، وحيا هلا بكم مرحبا وبصحبكم الكرام. مرحبا الجميع الضيوف الأفاضل، أولياء أمور وهيئات المجتمع المدني. نزلتم أهلا ووقعتم سهلا في مدرستنا صالح بذراء. وها هي تحيي يوم العلم بالمصادف ل16 أبريل من كل سنة كباقي مؤسسات الوطن. أجدها فرصة غالية لأعبر عن شكري وتقديري للمجهودات المبذولة من طرف أساتذة وعمال وتلاميذ المدرسة. فرصة لنسج التكريم عبارات الشكر والتقدير لكل من اجتهد وثابر. وكذلك هي مناسبة غالية لكي نتذكر معا قيمة العلم والعلماء في ذكرى عزيزة على قلوبنا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. وفي الأخير وفق الله الجميع، خاصة أجيالنا المستقبلية، وبارك الله فيهم. نرجو أن تنال وصلات برنامجنا إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. شكرا سيدي المدير على كل ما قدمته للعلم والتربية ولمدرسة بودرا. والآن مباشرة نحيل الكلمة للسيد منسق التربية على. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أشكر القائمين على قطاع التربية على مستوى الفرع الإداري في فقروي، يعني نشكرهم على هذا الديكور، ونشكر بالأخص السيد بلاشمي عداد المايسترو اللي يعني قائم يعني بالواجب نتاعو. والدليل على هذا انه يعني الديكور هذا الناس نحن كنا يعني بكري في اول في 16 ابريل المناسبه هذه، يعني باش ننظم هذا الديكور هذا، يعني ممكن تقريبا له سنه ولا هكا.
يعني هذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني الحضور قوي يعني في العنصر نتاع الرجال، ولكن اليوم يعني تأسفنا جدا الأولياء غايبين صراحة. 5 من الناس ولا 6 يعني نرجع بنساوينا. أنا كي نطرح نقدم الخطابات نتاعي نهضر نساوي. المرأة هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي الابنة. يعني أكون لكم احترام خاص جدا. تحية للأم والزوجة والأخت والبنت. اليوم يا النساوين الوقت بدنا تمثيل واستماع خاطر كما قرأ مدرجة الأمازيغية مدرجة الدستور كلغة رسمية. بدنا الوقت وصادمت التقيمة توان قال الكلام الروانين وتنيني الروانين سيودي مثلي وتنيني قاع الوقت مثل دايم تار انجسنا دسنا الروانين سواء تار روين ولا ايه ولا تنتوي. تيدين بارك الله فيكم بارك الله فيكم. الوقت تيدين انترنت لنا هيك كون الاطارات طار وانت فقره وانت فقره وانت انت دهناس اضبط الناس اطارات على مستوى. سليمان عبد الرحمن نائب المجلس الشعبي البلدي ببلدية نيابة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي. نعم، هذا الحفل هو حفل 19 أبريل يوم العلم، حفل تكريم لتلاميذنا النجباء، وأي تكريم قدمناه لهم لا يكفي نظير مجهوداتهم الجبارة. وأطلب منكم جميعا الوقوف لتحية نجباء المدرسة الذين تفضلوا بخطوط المنصة مشكورين. تحت تصفيقاتكم جمهور 24 تشجيعا لهؤلاء البراعم. قطعت على النفوس نواشئا بمخبر صدق لا يدانيه مخبر، نهجت لها في العلم نهج بلاغة ونهج مفادة كأنك حيدر. كانت هذه الكلمات للعيد محمد آل خليفة عن العلامة عبد الحامد بن باديس الذي تتفضل الطالبتين الدال بسمة نور الإيمان وكريم رشيدة ليعطيان بس عفوا يتنالى نبذة حول حياة العلامة عبد الحامد بن باديس، فتتفضل الطالبتين مشكورتين. تحت اشتياقات الجمهور. الحياة عن الحميد ابن باديس. ولد عبد الحميد بن محمد المصطفى بن المكي بن باديس لعبد الحميد ابن باديس في 11 من ربيع الثاني 1307 هجري، الموافق ل 5 من ديسمبر 1889 بمدينة القسنطينة. ونشأ في أسرة كريمة ذات عراقة
وسائل وسرائل. أشكركم مشهورة بالعلم والأدب. في سنة 1908 ميلادي سافر إلى تونس وانتسب إلى جامع الزيتونة الذي كان له تأثير كبير في التكوين اللغوي حميد بن باديس العلمية. عمل مع أقرانه من أمثال الشيخ البشير الإبراهيمي الطيب العقبي العربي بس على كأسناد فانتخب رئيسا لها إلى غاية وفاته في 16 أبريل من سنة
شكرا للبراعم على هذه الأنشودة الترحيبية بعنوان أهلا ومرحبا بكم. مباشرة ننتقل الآن إلى نبذة عن حول شهيد صالح بودراع الذي تحمل مدرستنا اسمه، ويتقدم الطالب خباوي محمد ريان مشكورا. نبدأ عند الشيخ صالح بودراع. ولد صالح بودراع سنة 1920 في مدينة قسطين. درس وهو صغير عند الشيخ عبد الحميد بن جامع الأخضر، وكان مناظما في صفوف الشعب الجزائري منذ أيام الأولى لتأسيسه، ثم انتقل إلى تونس ليلتحق بجامع الزيتون لمدة سنتين ويعود إلى الجزائر وبعد مظاهرة. قلنا مرة أخرى تحمل مدرستنا اسمه. إذن مباشرة ومن ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا وباقي المجتمعات، ألا وهي ظاهرة التنمر التي أصبحنا نشاهدها في مدارسنا وفي شوارعنا وغيرها من الأماكن العمومية. ومباشرة مسرحية التنمر يتقدم الطلبة من قسم السنة الخامسة مشهورين بمسرحية بعنوان التنمر. انظروا إلى ملابسها القديمة، إلى شكلها، ما هذا؟ ما الذي أتى بها إلى مدرستنا؟ لماذا تنظرون كذا؟ ماذا فعلت؟ مالك؟ هذا دوري. لماذا لا تصاحبونني؟ هل أنت مثلنا لكي هل أنت في نفس مستوانا؟ انظري إلى ملابسك وحالتك، أنت فقيرة. هيا بنا يا فتيات. حطي لا يا رب، ما الذي يحدث الآن؟ ما سبب تقصير أولادي إلى هذا الوقت؟ ما تهشون دخل. يا رب، ما الذي يحدث؟ ما سبب تقصير أولادي؟ لا أستطيع أكثر من ذلك، سأذهب أبحث عنه. أمي، ماذا بك يا ابنتي؟ صديقاتي يعايرونني بفقري وملابس التي أرتديها منذ العام الماضي ولم أغيرها. يعايرونني بفقري وملابسي وشكلي، نظراتهم لي تمزقني. لا، والحديث علي عن استمرار يقتلني. لقد سئمت من هذه الحياة، لن أذهب للمدرسة مرة أخرى. لا أريد أن أكمل تعليمي، بل لا أريد أن أعيش في هذه الحياة. لقد سئمت يا أم، لقد سئمت. الفقر ليس بعيب، والعيب ليس فيك أنت، فإنما العيب في عقولهم. نحن نرضى بما أعطانا الله. اصبري يا ابنتي، فدوام الحال من المحال. لماذا تسخر من الناس ولا يعجبك أحد؟ تظلمهم وتجرحهم بكلامك الدائم عنهم، فمن سمح لك أن تتنمر كفاك تجريح للناس. نفتح أبواب مملوءة بالأوجاع، كل شيء لا يدوم بل
أخيك الذي ذهب يبحث عن عمل ولم يعد. أمي لقد كنت أحاول مساعدتكم في البحث عن عمل، وكل من أذهب عنده سيسخر مني ويطردني بسبب إعاقتي، وآخر واحد منهم طردني. أتصدقين ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال لي أنت تحتاج لمن يساعدك، انظر إلى حالتك. كلامه جرحني ومزقني من الداخل حتى سئمت من هذه الحياة. أمي، سئمت من سخرية الناس، ماذا أفعل؟ الذنب ليس ذنبك يا بني، ولا تحزن ولا تعيبك هذه الإعاقة. دعك من هذا الكلام، يكفيك شرفا وفخرا وأنت تحاول مساعدتنا في هذه الظروف. الدنيا سعادة، أولها سلام، آخرها وداع، وكل فائت يعيش على طريق. في قلبي توجد الدنيا ساعة، أولها سلام، آخرها وداع، كل واحد يعيش على طريقته. في قلبه طيبة حنية، لمن قسوة للسخرية، الكلمة الطيبة أجمل هدية. أمي، إنهن صديقاتي اللواتي سخرن مني. ما الذي أحضرهن الآن؟ أجئتم لتسخرون منا مرة أخرى؟ لقد جئنا لكي نعتذر منك لأننا عرفنا جزاءنا. أمي، ماذا أفعل معهم؟ أنا أعرف أنك في غاية الطيبة وتسامحي كل من أخطأ فيك، فسامحي زميلاتك ونبدأ صفحة جديدة. أمي، انظري، إنه الرجل الذي حدثتك عنه قبل قليل. ما الذي أحضره الآن؟ السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. أنا لم أكن أعلم ما هو التنكر وما معناه، ولم أدري ما الذي فعلته معه. حينما سمعت شيخا في المسجد يلقي درسا عن التنكر وجزاؤه في الدنيا وفي الآخرة، وأتيت لكي أطلب منك اعتذاري، فأرجو أن تقبله مني وتأتي لكي تعمل معي. الحمد لله يا أمي، لقد رزقني الله بعمل، والآن يمكنني أن أساعدكم. ألف شكر والحمد لله. كما قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. أرأيتم يا أولادي إن الصبر جزاؤه ما في الآخرة وما في الدنيا. لا للتنمر، لا للتنمر، لا للتنمر. التنمر. ومباشرة نمر إلى ميدان الأناشيد والمسرح، والآن بأنشودة بعنوان وطني أنت الهواء، وطني أنت الدواء. فليتفضل طلبة الأنشودة إلى الخشبة مشكورين. وطني أنت الهواء، وطني أنت الدواء، وطني أنت الهواء، وطني أنت الدواء. بمعانيك الجميلة، بمعانيك الجميلة، طاب قلبي وارتوى، طاب قلبي وارتوى.
اللواء وطني أنت الهوى وطني أنت الدواء وطني أنت الهوى وطني أنت الدواء بمعانيك الجميلة بمعانيك الجميلة وقلبي والجوى وقلبي والجوى مش هتدور. رافعا فيها اللواء نحن الحازمون بمناسبة يوم العلم ارتدى التلاميذ ثيابا بألوان العلم الثلاثة أبيضا وأحمرا وأخضرا صعد أحمد على المصطبة وقال أنا الجزائر بحرائي جميلة جميل وواسع أشجار عالية شامخة صحراء جميلة وواسعة جبال عامقة شاهقة أنا بنت الجزائر فلنحافظ عليها نظيفة جميلة نغرس الأشجار نزين المحيط نبعد الأذى عن الطريق أنا إخوتها في كل مكروه أنا الجزائر أنا الجزائر ضحى من أجلي مليون ونصف مليون شهيد يا ربنا احفظها لكل مكروه تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. ومباشرة نمر إلى شعر أو قصيدة قصيرة عن الأم، فليتفضل الطالب الدير محمد عبد الله من قسم سنة رابعة مشكورا. أوصى بك الله ما أوصت بك الصحف والشعر يدنو بخوف ثم ينصرف ما قلت والله يا أمي بقافيتي بالله كان مقامي فوق ما أشكو وقد يدعو إلى أميرا قيمة أمي للطيب الصبر أنا أم مدرسة القاهرة وختمها كل المدارس ثابتة هذه دروس الأبناء لقاهرتي فإن منامكم في الله أنت تكتفوا من قلت من أم شيء قام معتذرا هكذا أريد أمام الجميع أعتذر. هذه الكلمات عن الأم، وما عسانا إلا أن نقول عن الوالدين حبي إليهم لا يضاهى ما عدا حبي لربي والنبي محمدا. أبوايا لو جادوا علينا بالرضا يكون الطريق إلى الجنان ممهدا. أبوايا كنتم على الدوام تناضلا فاجعلوني بني سيدا فأخذت منكم ما يجب وزيادة وكأنكم أنجبتموني واحدا. حيث يزول عنكم ما بدا وإن تسمع أني أحقق مطلبا كنت لأجلي تفرحان وتسعدا. اليوم أخبر والدي بأنه حبي إليهم في الفؤاد ممددا. الشمس شهدت السماء بعطفهم والقمر يشهد والسحاب مؤيدا.
حاسوب بين السطور لا تركنوا لا للغمور العلم نصعد للنجوم العلم نصعد للنجوم العلم نور يا صغار ينير دربي في الصلاة بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور العلم سبيل الجنة به الأمم تسمو تحيا يا رب زدنا علما كي نرفع رايات الأمة كي نرفع رايات الأمة العلم نور يا صغار ينير دربي في الصلاة بالعلم نعلو على الدوام ونعيش في خير وسرور ونعيش في خير وسرور ألا وهي تكريمات المراتب الأولى تكريمات الامتياز. فلنبدأ بمراتب الامتياز. يتفضل الوالد مشكورا. يتفضل الوالد. يلا وعلوا الزغاري شهدوا صارت ظلمي يلا بلدي فليتفضل مشكورا. عامل سابق لبلدية إدلس. أكواري يسوي سنة عبد الرحمن كذلك من قسم السنة الأولى بمعدل 8.89. احنا السجايا قد سمعنا قد أصبنا إذ رأينا السجايا قد سمعنا قد أصبنا. نعم هذا لقاء بين المعلم والتلميذ فلنسبق لهم تحية إنسان وتسبيح والتلميذ. نعم هذه صورة ب1000 عنوان. التكريم الموالي للتلميذة كذلك أكواري مريم. التلميذة أكواري مريم من قسم السنة الرابعة بمعدل 8.77. فلتتفضل مشكورة وليتفضل الوالد إن كان حاضرا أو الأم تتفضل الأم. إذا نعطي الكلمة للسيد المتقاعد الهاشمي عبد الرحمن فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فمن زرع حصد. اليوم الجماعة اللي زرعوا حصدوا واللي ما زرعوا اليوم راهم كيما أنا كيما جماعة ولادنا الله غالي. اللي زرعوا اليوم حصلوا راهم فرحين ونحن اللي ما زرعنا ما نحصلوا. ونقول لكم على هذه المدرسة معروفة هذه. هذا من الكلام تاع الاساتذه نتاع متوسطه قالوا من زمان قالوا مدرسه نتاع تفكراوين قالوا اللي جانا نحن في تفكراوين التلاميذ ما شاء الله معنا معهم مشكل.